السلام عليكم، معكم قناة تحليلاتكم. تفاصيل كاملة يا جماعة للخناقة بتاعت أحمد شاهين لاعب نادي المنصورة مع المدير الفني بتاعه المستفز علاء نوح. طبعا المشكلة بدأت يا جماعة بناء على إيه؟ بناء على الدقيقة طبعا 60 والمقاولون فايز على المنصورة طبعا في دوري الدرجة الأولى اللي هو الدوري اللي تحت الممتاز على طول 3-0. فالدقيقة 60 تمام، يجي المدير الفني اللي هو علاء نوح يدخل مين؟ يدخل لاعب أحمد شاهين الدقيقة 60 تمام. بعدها بخمس دقايق، مفيش 5 دقايق، يطلع اللاعب لا هو ارتكب خطأ ولا خد مثلا انذار نقوله خايف عليه مثلا من الطرد، ولا اللاعب مثلا اتصاب، ولا اللاعب تسبب في ضربة جزاء، ولا اللاعب أهدر مثلا فرصة مؤكدة لنادي المنصورة، ولا أصلا المنصورة مثلا دخل فيه هدفين تاني، ولا أصبحت النتيجة 3-4-0 ولا 5-0 نقول هو عايز يحسن من التشكيله. فلما نزل اللاعب الدنيا باظت ودخل في المنصوره هدفين تاني ولا حاجه. ما حصلش من ده كله، الحاجه دي ما حصلش ابدا. فالمدير الفني يروح هوب تعالى يا احمد شاهين اطلع بره. طبعا اللاعب اتعصب، ده لسه نازل بعد ما كملش 5 دقايق وما عملش اي حاجه، ما لمسش الكوره اصلا مسكها مرتين. اصلا المنصوره كلهم ما مسكوش الكوره، يعني حتى الفريق كله ما مسكش الكوره، يعني ما كملش 5 دقايق الراجل. فالراجل قال لك لا مش طالع، فقال له اطلع. طبعا تدخل الاداري وسحب اللاعب والكلام ده كله. فاللاعب ما تملكش نفسه، اللاعب خلاص وصل لمرحله من الاستفزاز عاليه. فراح للمدير الفني اللي هو علاء نوح ضربه فعلا زي ما انتم شايفين في الصوره بتاعت الغلاف كده، ضربه ضرب يعني الناس تشوف تقول رايح يحتفل، ضربه ضرب يعني كده. ففضلوا يضربوا بعض طبعا كأنها مشكله شوارع. طبعا محدش يغلط اللاعب، انا عن نفسي ما بغلطش اللاعب احمد شاهين على رد الفعل، لان كل فعل رد فعل. فانت ما تستفزنيش لاعلى درجه وتستنى مني مثلا اعاملك بطريقه كويسه، مستحيل. احنا برضه بشر يا جماعه ولينا طاقه. يعني اللاعب لما يطلع مثلا كده انت كده شوهته نفسيا، انت كده عملت له ازمه نفسيه. اللاعب لما يطلع مثلا كده وتجيله ذبحه صدريه ولا ازمه نفسيه ولا ازمه قلبيه ويموت فجأة كده لا قدر الله من أزمة قلبية. طبعا قهر الرجال يا جماعة صعب. كلنا شفنا طبعا الله يرحمه أحمد رفعت لما اتصدم برضه زي كده ويعني واتظلم ظلم باين، فالله يرحمه توفى الراجل لاعب بيراميدز. وشفنا طبعا الكابتن إيهاب جلال برضه الله يرحمه، راجل برضه بتاع الشباب يمكن 50 ولا 55 سنة، وبسبب الظلم برضه والجهر اللي هو فيها اتوفى الراجل من كام شهر كده. فعايزين لاعب تاني زي كده مثلا شباب بسبب الظلم اللي وقع عليه او مثلا الاهانه اللي خدها او النفسيه اللي خدها، فبرضه تحصل له ازمه قلبيه ويتوفى. لا يا عم، ليه احنا بنعمل في نفسنا كده؟ يعني انت مش عايز تدخله من الاول ما تدخلوش، محدش هيقول لك دخلتوش ليه، لكن انت تدخله بعدها ب3 دقايق 5 دقايق تسحب اللاعب. يعني انت تضحك عليه الناس، تخليه يعني ضحوكه وسط الفريق، تهز من ثقته في نفسه، يعني تشوه الواد نفسيا. فحاجه مستفزه صراحه من علاء نوح ده. واللاعب اصلا طبعا المفروض ان الاداره بتاعت نادي المنصوره هتفرض عليه غرامات وتفرض عليه عقوبات سواء ايقاف او مبالغ ماليه. فالراجل خدها من قصرها وطلع طبعا على منصات التواصل واعلن اعتزاله كرة القدم رسميا. قال لك خلاص انا مش هلعب كرة تاني، انا بطلت كورة وانا هفضل طبعا وبعتذر لجماهير نادي المنصورة، وانا هفضل طبعا مشجع لنادي المنصورة، ولكن انا اعتزلت رسميا كرة القدم. الراجل هتحصل له حاجة، يعني ليه احنا نعمل راجل مستفز اللي هو علاء نوح؟ انا ما بحملش صراحة الغلط للاعب احمد شاهين، انا بحمل الغلط للي تسبب في المشكلة الاول. انت تسببت في المشكلة، انت اللي عليك الغلط الاكبر، لكن ردة الفعل دي ليه مبررات وزي ما انتم شايفين محدش يستحملها يا جدعان. عامة لا يا جماعة، تفاصيل كاملة لخناقة أحمد شاهين لاعب نادي المنصورة مع المدير الفني طبعا، وضربه للمدير الفني علاء نوح المدير الفني لنادي المنصورة. انتوا شايفين ردة الفعل بتاعت أحمد شاهين صح ولا غلط؟ طب ماشي، ولو هي غلط مين اللي يرتكب الغلط الأكبر؟ يعني مين صاحب الغلط الأكبر؟ المدير الفني اللي هو استهزأ باللاعب ومسخره إن هو يدخله 5 دقايق من غير أي حاجة ويسحبه تاني، ولا أحمد شاهين برضه هو اللي غلطان؟ ده يا جماعة كان فيديو النهارده. ما تنسوش الدعم المجاني، الاشتراك في القناة وعمل الاعجاب للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الاشعار. كان معكم قناة تحليلاتكم، السلام عليكم.